قصة محمد في دار الحجة المعروفة بشهر ونص في دار العاهرات. الحلقة الثانية. ملي طلعنا أنا وحنان في الطوبيس شداني البولة بالخلعة. دوك الكلمات ديالها، شوف، خاصك تكون سطل، ما كتسمع ما كتشوف ما كتفهمش، كيدوروا ليا في دماغي 15 مرة في الدقيقة. قلت يعلم الله فين غادية بيا هادي، كون ها قوت في حالي البلاد ينعلبو شي خدمة مازال. وصلنا للبلاكة، قالت لي محمد نزل. نزلنا، قالت لي كتعرف هنا؟ قلت لها لا، ما عمرني جيت ليه. قالت لي تبيت انت طوبة، طوبة احسن منك، من المحطة للكونطوار. هنا كيقولوا ليه سهب القايد، اقود حي في سلا. الا ما جمعتيش راسك وكنتي حاضر غير يشرشموا ليك شي ميشا. زادت فيا الخلعة والبكية جاتني، وما حدنا كنزيدو كندخلو مع الزناقي قلبي باغي يخرج من بلاصتو. ولكن اللي لاحظت هو حنان ملي دخلنا مع الحي ما كاين غير فينا اختي حنان، فينا لا حنان. تما عرفت بلي تا حنان طحبة، حيت ما يمكنش يعرفها سهب القايد على قدو وهي طالبة واصلا بنت قلعة السراغنة، غير كملات قرايتها في الرباط. ديك الشعبية اللي عندها في سهب القايد ما يمكن تكون غير عند عاهرة ديال بصح ولا شي مرشح في الحي. انا ما كيهمنيش، المهم هو طلعت راجل في واحد الوقت اللي ما لقيت فيه حتى شي ولد العاهرة من دوك اللي كنركب ليهم البوطة وكيبقاو مطلعينها عليا بالحسنية والفتح والجيش الملكي نهار وما طار. حنان كتمارس مهنة الدعارة وعارفة كيفاش الدرب في طابريكت، كلشي كيحترمها حيت كتلبس لباسها مستور وما كتحاشيهاش البنادم، لا هي لا البنات اللي كارية معاهم شادين تيقارهم، وحتى واحد في الجيران ما عمرو تشكى منهم ولا هما تشكاو به. غاديين انا وحنان كنخيطو في الزناقي، وانا كلي عينين كتشوف بنادم حسنة كي دايرة، واحد يديه كلهم مجلطين بحال الغربال. وكنقول في دماغي دخلت لهاد الملاوي محال نخرج منه. حنان عاقت بيا باللي سالات معايا الخلعة، قالت لي يا محمد مالك مخلوع؟ شتي هاد الوجوه كلهم اللي كتشوف فيهم راه ما يأذيوكش، راه اللي كيقولوا ليه فرعون فيهم تحتاجو ما يفوتكش، العكس ديال دوك ولاد الناس عندنا في الدرب كيكوزو 5 المرات في النهار. هادو راه ها انت كتشوف المحيط اللي اللي تزادوا فيه كي داير واللي كبروا فيه كي داير. كي بغيتيهم يخرجوا فلاسفة، داك الزبور اللي كتقرا عليه حنان انا كيدخل في ودن وكيخرج في الاخرى. كنفكر كي غيدوز ديك السيمانه وعند من غندوزها، وحتى الطريق باش نخرج لبلاكة الطوبيس ما بقيتش عاقل عليها. اخيرا وصلنا. قالت لي يا حنان هذه هي الزنقه. الزنقه فيها 15 كيلومتر طول ومترو عرض وما كتخرجش، باب لاصق على باب. دخلت حنان مع واحد الباب ما كاملاش فيه مترو في الطول، والدروج مظلمين. الا تلاقيتي فيهم مع شي واحد نازل خاصك دور جنب وتعطيه بالظهر باش يلاه يدوز هو ولا دوز نتا. طالعين مع الدروج الدار في الطبقة الثالثة. وصلنا الباب، قالت لي حنان واش عقلتي على الطريق والباب؟ عندك تدق على شي واحد من هاد ولاد الناس، راه الجيران ما كيحملوش الحاجة، وإلا عرفوك معاها غيخليو ضربوك، وإلا جيتي ودخلتي سوق راسك ما عندك مناش تخاف، حيت المخير في الدرب كتبركو على القرعة. ملي سمعت الحاجة قلت لاباس بعدا حاجة. دقات حنان، حلات الحاجة، بقات كتشوف فيا. قالت الحنان على سلامة العاهرة، هادي ماشي وقيتك وما موالفاش ليك، بقاولك غير البراش تجيبوهم لينا. قالت لي حنان صافي الحاجة راه دوينة وانا خاصني نمشي قبل ما يحبس الطوبيس. المهم البوغوس ها هو، ما تفرشيش ليا فيه، وراه غير قريبيز ديال راسو وراه غايعجبك. قالت لي الحاجة عجبوني تا دوك اللي خرجوا من طبوني كبرتهم، بقى يعجبني غير هذا. سير سيري الله يعاونك، دخل انت دخل. ناري الحاجة كتخلع، دايرة الحنة راسها مخلط فيه داكشي صفر وبيض ديال الشيب، واش ما في جبهتها دايرة واحد جوج سنان صفرين داكشي ديال البلاكيور. دخلت
الصالة للدار بعدا لداخل داير بحال شي أوتيل، بيت حدا بيت، سمعت شي تفرشيخ ديال الضحك مورايا وأنا ندور، ضربت على واحد البيت طويل مفرّش عاهرات، شي لابس شي ما لابسش، طالقين ولد الحوات، والدار مزموتة بالدخان ديال الشيشة، بقيت كنشوف هادوك العاهرات وسهيت، ما عرفت راسي باش تبليت، ما عرفت التصريفيقة منين نزلات عليا وفيقاتني، الحاجة مع دخلة جمعاتها معايا عندها داك الشي ديال العسكر، شوف أولدي يا محمد جمع راسك معايا وانت مع الدخلة خرجوا عينيك، ما عمرك شتي بنادم؟ أنا سكت ما جاوبتهاش، حضرت راسي قالت ليا أجي معايا، هادي هي بيتي وبيتك، غتنعس فيها انت، وراه الدريات كيخليو عندي حوايجهم، إلا كانت يديك خفيفة راه نقدر نقطعها ليك، البيوت الآخرين ما تقربش ليهم بالنهار حتى الليل، إلا مشاو الدريات عاد غنوريك اش غدير، أنا نصحتك راك بنتي ليا باقي صغير وخفيف، راه غتحل الباب على شي واحد كيكوي غيدوز عليك، أجي نوريك البنات، دخلنا لداخل أنا وياها عند البنات، ما قديتش نشوف صافي قيّمت وصلت فيا للعظم، الحاجة غتعيق بيا بلي قيّمت غتقطعو ليا، البنات هذا محمد طالب عندكم ضيف الله واحد السيمانة، راه غيتهلا فيكم وتا نتوما تهلاو فيه، أجي نوريك مازال المجمر ديال الفخر راه في السطاح، قوّم ليا الدريات ما نبغيش الشيشة تبقى بلا فخر، البيوت بالليل نبغيك دوز عليهم الشطابة وطلع دوك لي زورا للسطاح مع 9 ديال الصباح تاني نلقى البيوت مفرشين، بقات ليك وحدة أخرى اللي هي مهمة، ها أنت سير على برا وسد عليا الباب، سديت عليها الباب دقات واحد الدقة في شكل وعاودتها 3 المرات، قالت لي سمعتيها مزيان؟ قلت ليها المهم شي دقة أخرى من غير هادي ما تحلش ليها، قلت ليها صافي، طلعنا أنا وياها للسطاح، قالت لي حيت كيكون شي نوع ديال البشر منحوس ماشي بعيد تكون حتى انت منهم، واخا شحال هادي ما عمرنا شفنا شي حملة ولكن ما تعرف تجيبها معاك، المهم إلا كاينة شي حاجة ولا جاو البوليس هاد السطاح اللي على اليمين ديالنا هو اللي غتنقز ليه، من بعد تنقز عاوتاني من هذا للاخر، راه الباب ديالو ما كيتسدش لا ديال الزنقة لا ديال السطاح، وعرف كي تسلك راسك، بالليل خرجوا العاهرات بقيت غير أنا والحاجة، وبقيت كنبكي في البيت، اش جابني لهاد الملاوي، الشلوح كيصيفطوا ولادهم يجمعوا الحبة وأنا في خريامي كنخدم مع قوادة، بقيت كندعي على حنان اللي غرقاتني وخلاتني في داك الحبس، فكرت باش نهرب ولكن داكشي اللي شفت بالنهار في دوك الزناق يخلعني بزاف، بالنهار ويا ربي فما بالك بالليل. إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية، تابعونا وانتظرونا قريبا الحلقة الثالثة.